طيب بما إني أتميت ال30 سنة، فنظرة على ال10 سنين اللي فاتت أنا عملت بيهم إيه واستفدت منهم إيه. سريعا كده، هي العشرينات، ال10 سنين اللي فاتوا من عمري، ال10 سنين العشرينات من عمري ضاعوا، أو مش هنقول ضاعوا، كانوا شغل على طول. آه، ما بين أول سنة أو سنتين، 2014 2015، كنت لسه في الكلية كنت في سنة تانية، رايح تالتة. حصلت الأزمة خلاص. كلية علوم، مش هشتغل في البترول. الوعد اللي أنا كنت موعود بيه، أو اللي أنا كنت شايف إن أنا يعني لما هقعد أذاكر هوصل ليه وأبقى مهندس بترول وأشتغل في شلمبرجير وأشتغل في جيل والساعة ب5 دولار والحسابة بتحسب وأسافر العالم والكلام ده كله مش موجود. إيه البديل؟ إيه في سنة تالتة؟ 2015. في سنة تالتة بدأت أدوس على نفسي في الإنجليزي، لأن فودافون UK ساعتها كانت بالنسبة لي شغلانة كويسة. بعد كده في 2016 اتخرجت، وبسبب دكتور الله يسامحه يعني، كنت رديت عليه، كان عنده مشكلة شوية اسمها إيه، أزمة منتصف العمر. أزمة منتصف العمر، فكان عايز يعمل عليا نمرة، فرديت عليه باحترام، بس إزاي إن أنا أرد عليه؟ عايرني المادتين بتوعه. فبقيت دور سبتمبر، وقعدت والجيش اتأخر، فقعدت حوالي 6 شهور أو 7 شهور ما بين التخرج على بال ما أخش الجيش. اشتغلت كول سنتر انجلش، الحمد لله، فضل ونعم من عند ربنا. سبت الكول سنتر، دخلت الجيش. في 9/2018 خلصت جيش. كنت حوالي كام سنة؟ أعتقد 23 سنة كده اشتغلت في كول سنتر في سوني UK، القرية التكنولوجية. واتعلمت منها إن أنا ما أوقفش حالي على شركة. الشركة بتبص على مصلحتها، لكن أنا طول ما في مصلحة مشتركة أنا في الشركة. لو المصلحة مش مشتركة، مصلحتي ما بتتحققش، ما فيش شركة، خلاص. يعني ربنا يعيني، أخد بالأسباب إن أنا أشوف مكان تاني. بعد كده كنت عايز أشتغل بالألماني. ما كانوش عايزيني، أو اللي ماسك الألماني ساعتها ما كانش عايز يشغلني، أو مش عايز يقبلني في الألماني. ف يعني الله يسامحه. قدمت بعد كده في كونسنتريكس. سبت في 2000، كان بعد الكورونا على طول، 2021 على ما أتذكر. كنت حوالي 25 26 سنة. سبت الكول سنتر إنجليزي واشتغلت كول سنتر ألماني ضعفين أو ضعفين ونص المرتب. قعدت حوالي سنة ونص، سنتين في كونسنتريكس. بعد كده ما كانش عاجبني إن هما، كنت زي قطعة الشطرنج، كل شوية لا تعالى من الأكونت ده روح للأكونت ده، تعالى من الأكونت ده روح للأكونت ده، كل 6 شهور عمال أغير. وبالنسبة لهم أنا ماضي عقد معاهم، مش مع الأكونت اللي أنا معاه. يعني مثلا لو أمازون، أنا مش ماضي عقد مع أمازون، أنا ماضي عقد مع كونسنتريكس. رحت إكسبيديا، أنا مش ماضي عقد مع إكسبيديا، أنا ماضي عقد مع كونسنتريكس. فيعني كانوا بيحركوني كل شوية، فكل شوية أنا بطلع يعني ببني من أول وجديد، سيرتيفيكيشن من أول وجديد. ودايما كل حاجة يهمها على اللغة. أنت ما بتتكلمش ألماني كويس، أنت مش هتكلم في الموضوع ده كتير يعني. فسبتهم. كان ساعتها سوق دوت كوم، اللي هي امازون ان سورس، يعني على حسب ما انا كنت فاكر، يعني اقول لك امازون ان سورس وهتبقى الماني واول مره مش عارف ايه وبتاع وويب 1. برضه نفس الغلطه، ان انا بعلق الماني، بعلق مالي على الشركه، على وظيفه تحقق لي طموحي، وده ما بيحصلش. رحت امازون ان سورس، اللي هي طلعت في الاخر سوق دوت كوم. ما فرقتش بينها وما بين الشركات التانية الكول سنتر كتير. كنت فاكر إن أنا اللي خلاني أسيب كونسنتريكس وأروح أمازون إن سورس وأبدأ من أول جديد، إن أنا ديت حاجة لسه جديدة. ويف لسه أول مرة، فإن شاء الله بإذن الله لو في ترقية مثلا تيم ليدر أو كواليتي أو أيا كان ترقيات الكول سنتر، إن شاء الله يبقى ليا نصيب فيها. بس لقيت إن بعد كده إن هي سوق دوت كوم اللي ماسكين الأكاونت، أو سوق دوت كوم، إدارة سوق دوت كوم هي في الأول وفي الآخر كول سنتر عربي. وباختصار شديد جدا، كول سنتر عربي يعني في غيرك كتير، مش عاجبك امشي، في 100 غيرك مستنيين ويحلموا بالشغلانة دي. فقعدت سنتين، عملت كل حاجة أقدر أعملها، بقيت خلاص، بقيت بضرب أجازات مرضية، لدرجة إن أنا مش حابب الشغل، مش عايز أروح، مفيش أمل.
كان في تيم ليدر هناك كان كويس، كان رزين، كان خبرة. قال لي خش السياحة. دخلت السياحة، سبتها ودخلت السياحة، دخلت في شركة أورينت توز. الكلام ده كان في 2023. كانت بتقبض بالدولار، ولكن كانت استعباد. استعباد بمعنى الكلمة، شغال 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، مفيش حاجة اسمها راحة، مفيش حاجة اسمها أجازة، مفيش حاجة اسمها تعبان. أول أجازة تاخدها بعد 6 شهور، يعني أنت شغال زي من غير ما تقف لمدة 6 شهور. وتاخد الأجازة لما هم يكون عندهم وقت مفهوش شغل. مش إن أنا محتاج الأجازة، لأ، لما هم ما يكونش فيه شغل. طب خلاص انزل أجازة، يعني زي ما هم عايزين مش زي ما أنا عايز. المدير بتاعي ما كانش بيتكلم ألماني، وكان يعني من أسوأ المديرين اللي أنا اشتغلت معاهم. كان بيتلكك علشان يرفد الناس، علشان يمشي الناس ويجيب ناس تانية. بعد كده جات لي شركة توي الغردقة، من أكبر الشركات، اشتغلت فيها كمطار. شغلانة مملة، وتميت فيها ال30 سنة. وده ملخص سريع جدا لل10 سنين اللي فاتوا. فاللي اتعلمته بقى من ال10 سنين اللي فاتوا إن أنا بحقق طموحي وذاتي بنفسي. مفيش شركة أو وظيفة تحقق لي حلمي أو طموحي أو ذاتي. الشركة بتدور على مصلحتها، وعلشان كده هي بتدي الواحد مرتب. أنا طموحي بالمرتب ده، بالوقت اللي هي بتديهوني فاضي بعد ما بخلص شغل، ملهاش غير الساعة ساعتين بعد ما بخلص شغل. واحدة واحدة، سنة سنة، كل يوم مع الاستمرارية أبدأ مجال جديد، أو أبدأ أحقق طموحي أيا كان هو إيه. ولكن إن شركة تحقق لي اللي أنا عايزه، ده ما بيحصلش. حاجة من الاتنين: لو عندك طموح، يا تقتله علشان تبقى متأقلم في الشركة ديت، وده مش أحسن حاجة. يا إما مثال اللي أنا بقول عليه دايما: الوظيفة ديت عاملة زي الجزمة، ما ينفعش تمشي حافي، رجليك هتوجعك، رجليك هتتعور ومش هتكمل الطريق. لازم تمشي فيها حاجة ضرورية. وفي نفس الوقت، لو أنت عندك طموح، لو أنت بتكبر مع الوقت، مقاس رجلك بيكبر، فلازم جزمة تانية، مقاس جديد على المقاس الجديد. والجزمة دي هتقعد فترة من الزمن، بعد كده تشوف اللي بعدها على المقاس الجديد. وطول ما هي في فترة معينة خلاص بقت صغيرة وبقت ضيقة على رجلي، بمشي بيها على بال ما أشوف حاجة تانية على مقاسي الجديد. مش جزمة تانية بنفس المقاس، لغاية ما ربنا يأذن أعمل حاجة لنفسي وأبني في أرضي، بدل ما أنا عمال أتنطط، لأن التنطيط مش حلو من شغلانة من شركة لشركة، وببني في أرض غيري.